اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض روتين جامد جدا. الروتين ده ساعات بعمله يوم الخميس وساعات بعمله يوم السبت. الغسيل. بغسل على الغسالة العادية مرة واحدة في الأسبوع. وممكن في نص الأسبوع كده هوت هلم هدوم أولادي واغسلها في الغسالة في الأوتوماتيك. ابن الصبح كده هوت راح جاب العيش، برضو العيش بجيبه مثلا 30 رغيف. كل 3 أيام بجيب 30 رغيف، بعملهم على 3 شنط كده هوت وبنستخدمهم. بحط منه في الديب فريزر وبنطلع ايه وأمره أكنك لسه جايباه على طول. انا بقى هغسل على الغساله العاديه، هلم كل الغسيل اللي في البيت. الغساله العاديه يعني حلاوتها ان هي بتاخد اي حاجه، حتى الحافظه ديت ممكن تحطيها في الغساله العاديه مش بيحصل لها اي حاجه، وكمان بتخش في العصاره وبتتعسر وكل حاجه زي الفل. وفرش انتريه ده كمان هلمه واحطه في الغساله العاديه. بس يا ريت طبعا لو اول مره تشوفوني اعملوا الاشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا يوم الخسير دوت ببقى عامله حسابي قبلها بيوم ان انا بكون صاحيه بدري شويه عشان اخلص حاجتي كدهوت على الساعه 2 3 بالكتير قوي، وابتدي اشوف هعمل غدا ايه، او يفضل يكون عندي غدا في البيت عشان بيبقى صراحه يوم تقيل عليا جدا. لاني بغسل كميه غسيل ما شاء الله يعني معتبره. اولادي ما مش بيتوصوا يعني بالهدوم، واحنا في الشتاء فالواحد اولادي لو قلع الهدوم بيطلعوا كميه هدوم كتير جدا طبعا. انا كده روقت الانتريه وجيت بقى على الكنبه الكبيره، حسيت ان مش نضيفه خالص، وكده كده انا بغسل، قلت والله لا اغسل فرش الانتريه بالمره. فبعد ما روقت الانتريه لميت بقى كل الفرش تاني هغسله ايه على الغساله معايا. وبعد كده هكنس بقى وانا بغسل. طبعا الغساله العاديه بتاخد وقت ما بين دوره والتانية، كل دوره بتاخد ربع ساعه 10 دقايق كده. بكون بقى كنست الاوض اكون كنست الاوض، اكون غسلت المواعين، كنست السلم، فببتدي كده اهوت زي ما انتم شايفين حاجه حاجه. بكنس الانتريه، انفض كل حاجه. عشان كده اليوم ده بيكون تقيل عليا. عقبال ما بخلص الغسيل بصراحه بلاقي الشقه كلها نطفت وبقت زي الفل، وابتدي بقى انشر في الاخر خالص. وبعد ما بنشر بعمل الغدا بقى، او اشوف او اسخن الغدا لو عندي مثلا اكل عاملاه قبلها بيوم كده اهوت. ما شاء الله يعني الانتريه منور لوحده. ولا السيراميك منور لوحده، مش محتاج اي حاجه. يعني البيت لما بيكون نضيف وايدك فيه على طول بتلاقيه ان مش محتاج منك مجهود، مجرد ان انت بتروقي من على الوش. يعني الشقه كلها ما بتاخدش مني نص ساعه. ولو ما عنديش غسيل ممكن بقى اشوف اي حاجه، ممكن اروق درج، اروق المطبخ من تحت، انظم حاجات في التلاجة، اروق حاجات في النيش كده هوت. فانت حاولي نفسك، نظمي نفسك. لو كل يوم بتعملي حاجه هيبقى الشغل خفيف عليكي وتبقى شقتك نظيفة وزي الفل. حتى لو انت عندك اولاد، او حتى لو انت بتشتغلي وموظفة، لو كل يوم متقسمة حاجة كده هتلاقي الشقة بتاعتك رايقة. مجرد ما تيجي كده هو كل اسبوعين تبصي على الادرجة وتبصي على الدواليب وتبصي وتنظمي نفسك، هتلاقي الدنيا معاكي زي الفل وتمام. ما تقوليش بقى انا الاولاد ومش عارفة اعمل حاجة، لا ده حجة الست الكسلية. ده اوضه الاطفال، ساعات اوضه الاطفال ديت انا بجيبها وبحوش السرير وبروق تحتيه. وانا بحب يعني كل فتره كده هوت اغير النظام. اوضه النوم طبعا مروقاها، واخر حاجه بكنس كده يعتبر انا خلصت الشقه بقى، وكمان خلصت الغسيل. هوريكم دلوقتي الغسيل. بحب بقى انظم الغسيل لما اجي اغسله الاول. بخلي طبعا الابيض لوحده والالوان لوحده والاسود في الاخر. ولما اجي انشره برضو بحب ارتبه، يعني هدوم البيبي الاول، هدوم الاطفال الاول، بعد كده الاكبر فالاكبر فالملايات كده، يعني يبقى شكلها حلو كده وهي مترصصه على الحبل. بنتي ما بتصدق افتح باب الشقه بتبقى عايزه تطلع على السطح. كده انا خلاص خلصت، ما فاضلش قدامي غير النشير. بصراحه بياخد مني وقت لان انا ببتدي ايه ارصص الغسيل على الحبال رص. بصراحه بحب الموضوع دوت ان انا ارصص الغسيل بيبقى شكله حلو. حطيت بقى هدوم عشان ارصصه طبعا بحط القصير هدوم نونه صغيره كده الاول، وبعد كده هدوم أو اخواتهم الكبار، وبعد كده الملايات والجلاليب والعبايات والكلام ده كله ايه قدام الملايات. بنتي بقى عماله تلعب معايا طبعا وانا بروق وبعمل كل الحاجات ديت. في حاجات تانية بتحصل وما خفي كان اعظم. مسكت الفوطه بتاعه المطبخ حطيتها على راسها وعماله تلعب. بنتي ساعات تعيط، ابن الصغير عايز ياكل، ابن الكبير بيضرب اخوه، يعني بيحصل مواقف وطرائف يعني ما بعرفش اصور منهم، بس الحمد لله ربنا بيقويني. بصي رصاصة الغسيل ما شاء الله شكله حلو جدا. ببقى مبسوطة بصراحة اخر اليوم ان انا انجزت ويومي دوت عملت فيه حاجة. بس احب اقول لكم برضو نصيحة، وانتوا بتنظموا كده هو وتعملوا حاجة بيتكم، ما تنسوش نفسكم من الصلاة. يعني سيبي اي حاجة وراكي وصلي.
صلي الصبح واول ما تصحي، لو قدرت تصلي فجر يبقى احسن، وفي نص اليوم كده وصلي الظهر، بعد كده صلي العصر. ما تنسوش نفسكم من الصلاة، لان دي الحاجة اللي احنا هتنفعنا في الاخرة. ربنا يقوينا يا رب ويعيننا على انفسنا الاول. كده خلصت خلاص غسيل، وكمان كده يعتبر الشقة خلصت، وكمان مواعين موريش حاجة بس غير ان احنا نعمل الغدا ان شاء الله. دلوقتي هنخش نعمل الغدا مع بعض، غدا خفيف كده وسهل، وانا بحبه جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. شفتوا ان النور لسه منور، كان تقريبا الساعة داخلة على 3، كنت خلصت حاجتي كلها وكنت مبسوطة طبعا ان انا انجزت. وفرشت كده اي حاجة بسيطة على الارض، وكمان القرآن شغال، وممكن تشغلي عود بخور، يبقى الجو حلو جدا. حاولي على طول القرآن يبقى شغال في البيت، عشان الشياطين بتتنافس ان الزوج والزوجة يتخانقوا مع بعض كتير. احسن حاجة ليهم ان الزوج والزوجة يتخانقوا، لان لو هما الاتنين اتخانقوا يعتبر اسرة بحالها اتدمرت. فحاولوا تشغلي قرآن كتير وما تتخانقيش مع جوزك على اقل الاسباب. تعالوا نعمل مع بعض بقى السجق البلدي التحفة دوت. انا بعشق حاجه اسمها سجق بصراحه، بحب السجق مش بحب السوسيس خالص. بحب ساعات اعمله بالطريقه ديت، وساعات بقطعه صغير. حطيت له بصل كده، كان عندي بصل اخضر، واحط عليه فلفل، واحط عليه طماطم، واشوحه كده. والسجق يا جماعه مش بيتحط له توابل كتير، لان هو متبل طبيعي، ممكن تحط عليه رشه ملح بس. وكده الغدا بتاعنا النهارده. ما قدرتش اكمل لكم الفيديو عشان النور قطع اليوم دوت فتره طويله جدا. و ده كده اخر الفيديو معانا. بحبكم في الله، ولو الفيديو عجبكم اعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.